السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم جميعا إخواني أخواتي الكرام. كتاب أوباما ومذكرات أوباما والترويج الإخوانجي وترويج مطايا إيران ومطايا تركيا ومطايا دولة الشبك لهذا الكتاب، كأنه هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وصرعونا وجننوا الناس بهذا الكتاب، وانظروا اقرأوا كتاب وكذا وكذا وكذا. يا أخي قرأنا هذا الكتاب، تبين أنه هذا الكتاب يذم دولة الشبك وحكام دولة الشبك، وبيحكي عنهم عبارة عن صراف آلي إلنا ولا تركيا ولا إيران. هاي الكتاب، ويصرفون أموالهم بدون عقل، يعني بس شغل فت فلوس على المرتزقة والخونة. وبعدين الكتاب قرأنا فيه اليوم إنه بقول لك عن رجب طيب أردوغان زعيمكو، زعيم المثليين، زعيم الإخوانج. شو بيحكي عنه؟ بقول لك يتصف بالود ويستجيب لعموم طلباتي. يتصف بالود يعني ودود، الزلمة مسكين حمامة سلام، زي ما بقولوها أسد علي وفي الحروب نعامة. هذا هو رجب طيب أردوغان صاحبكو، يتصف بالود ودود ويستجيب لجميع طلباته، يعني الزلمة على قد الإيد زي ما بقولوها. هي زعمائكو وهي مثلكو الأعلى أردوغان اللي مكيفين عليه، يتصف بالود. هذا مين؟ أوباما اللي حكاها، مش أنا، مش ملك السعودية حكاها، مش الشيخ محمد بن زايد، مش السيسي، مش ناصر الصوراني حكاها. هذا أوباما حبيبكو اللي روج للإخوان وروج للربيع الصهيوني الإيراني. بقول عن حبيبكو رجب طيب أردوغان يتصف بالود ويستجيب لعموم طلباته، يعني على قد الإيد، يعني خروف من خرفان أوباما طلع حبيبكو مين؟ أردوغان زعيمكو اللي بتحكوا عنه بده يحرر القدس ويحرر فلسطين. وهذا الرجل، وشوف نفس الكتاب سبحان الله، دائما الغرب في عندهم شغله انه بتكلم بإنصاف. شو تكلم عن سمو الشيخ محمد بن زايد؟ قال رجل ذكي ويعني عنده حنكة. فهذا الكتاب طلع ضدكم، وسبحان الله قد ما تعملوا وقد ما تخونوا بلادكم وقد سبحان الله العظيم بيجي واحد يفضحكم من جماعتكم. السلام عليكم.